الأكلة المشهورة في ماتشا والدب، ومكوناتها سهلة وموجودة في كل بيت، إن شاء الله تعجبكم. تعالوا بينا نعرف مكوناتها في الفيديو. تقدري تستخدمي شوفان بس هستخدم سميد. كوب من اللبن، معلقة كبيرة سكر، مكعب نص مكعب زبدة، وعندي معلقة سميد ومعلقتين من المربى. هنزل بكوباية اللبن، هديلها تقليبة حلوة كده، وبعدين اسيبها قبل ما تغلي، يعني قبل ما اللبن يغلي هنزل بيه السميد بتاعي. وانا بنزل بالسميد بتاعي لازم اقلبه كويس قوي لغاية ما ياخد معايا الشكل الكريمي ده. هنزل بالزبدة وهنزل بالسكر، هديله تقليبة حلوة لغاية ما يبقى معايا كريمي بالشكل اللي هوريهولكوا ده. بصوا بقى كريمي ازاي. هنزل بيه معلقتين من المربى عشان اديلها الشكل الوردي ده، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو.